الله الرحمن الرحيم. طبعا خلال هذا يعني خلال هاي الايام الاربعه الماضيه استلمنا اكثر من 15 سياره كبيره محمله بالادويه والمستلزمات الطبيه. الادويه شملت كافه انواع الامبولات وانواع المستلزمات الطبيه الخاصه بالعمليات، وكذلك الادويه السرطانيه استلمنا كميات كبيره تم تسليمها الى مركز السرطان. كذلك استلمنا مواد طبيه ومستلزمات خاصه بالعمليات من خيوط، من كانيولات، من اجهزه اعطاء بالكميات كبيره جدا. هذه طبعا تأتي من دعم معالي وزير الصحة ووزارة الصحة للدوائر، وخاصة احنا دائرتنا دائرة الصحة صلاح الدين. احنا الموقف العلاجي والدوائي موقف جيد جدا. لدينا خزين اكثر الادوية يعني ممكن ان يعني تكفينا لاكثر من 3 أشهر. موقف الدوائي حتى في المؤسسات الصحية متوفر عندنا انواع كبيرة من الادوية. وصلتنا ايضا انواع من المضادات الحياتيه والاشربه، وان شاء الله خلال الاسبوع القادم يعني وعدونا ان شاء الله الوزاره سيتم تجهيزنا بسيارات يعني بعدد اكبر ان شاء الله من السيارات المحمله بالادويه راح توصلنا. احنا عممنا على مؤسساتنا الصحيه انه يعني بعد ان شاء الله جردها ويتم جردها واكمال جردها راح يتم تسليمها قسم سلمناها المؤسسات، وقسم ان شاء الله راح يتم تسليمها خلال هاليوم. انه نبني مخازن جديده في اقسام الصيدله في المستشفيات، لان فعلا انا زرت اكثر من مؤسسه صحيه. في الاسبوع الماضي كانت زيارتنا الى مستشفى العلم. الطاقه الاستيعابيه يعني ما تستوعب بعد أدوية. أيضا الدور، أيضا مستشفى بلد رغم أنه المخازن كبيرة، مستشفى سامراء. وصلتنا أدوية سرطانية متخصصة للأمراض السرطانية بكميات جيدة، وأيضا وصلتنا يعني أدوية خاصة بأمراض الكلى وزراعة الكلى لمرضى اللي زارعين كلى. أصلا وصلتنا أيضا كمية جيدة. وصلتنا كميات من الأدوية اللي هي متخصصة بمرضى اللي عندهم مشاكل بالنمو، الجروث هرمون، اللي سلمناه إلى مستشفى تكريت التعليمي. أيضا أدوية اللي خاصة بالتخثر كميات كبيرة جدا. تم الهدف هدف دائرة الصحة وهدف وزارة الصحة ضمن توجيهات معالي الوزير وزير الصحة الدكتور صالح حسناوي أنه نصل إلى مرحلة جميع المرضى والمواطنين اللي يزورون مؤسساتنا الصحية ويراجعون مؤسسات الصحية يستلمون علاجاتهم 100%. الآن من خلال جولاتنا في كافة المراكز الصحية والمستشفيات نجد أنه كافة العلاجات متوفرة والمواطنين يستلمون علاجاتهم 100%.